حياكم الله. نتكلم عن الإهمال الطبي، وانضم لنا أحمد الزهراني وسعود العجمي. حياكم الله. خليني أسمع أول شيء قصتك باختصار يا أحمد الزهراني، وش صار لك؟ طبعا تأخر في الولادة لزوجتي أدى إلى نقص أكسجين للطفل، ففقد جميع حواسه، لا يسمع لا يشوف لا يتحرك. فنوموه في العناية المركزة 21 يوم. في أي مستشفى؟ مستشفى علوي تونسي في مكة. علوي تونسي في مكة. أيوة. مستشفى خاص. مستشفى خاص. فبعد كذا نقلنا للحرس، فقدمت شكوى لمعالي الوزير. أنا قالوا للشؤون الصحية استمرت طبعا 10 شهور إلى ما جاء التقرير النهائي إنه خطأ طبي وإهمال من الطبيب. فلما حولوا للهيئة الشرعية فقالوا اللي يحاسب الوحيد هو الطبيب. فالطبيب الآن واقع في مشكلة، هو وقف عن العمل في مستشفى علوي تونسي، وحاليا يبغى يسافر وموقف من السفر، ونص الأخطاء كانت بسبب المنشأة الصحية. شالوا الأخطاء من المنشأة الصحية، طلعت من الموضوع، صارت على الطبيب. صارت على الطبيب. وهي التجهيزات قصدك؟ التجهيزات الطبية كانت جدا سيئة. يعني غرفة العملية أو الكشك حق الولادة كان في مبنى، ولما تعثرت الولادة وجاي ينقلونها غرفة العمليات اضطروا انه ياخذون ممر لمبنى ثاني. فلما وصلت المبنى الثاني الولد ناقص الاكسجين عنده، اضطروا انهم يطلعونه للدور الثاني على اساس العنايه المركزه حقت الاطفال في الدور الثاني فوق. فهذا كان كله تاخير على حساب الجنين. طبعا. فحاليا ما قدموا لي اي مساعده المستشفى، حتى درجه انه لا مدير المستشفى ولا مدير الاطباء جاء واسع حالتنا وبلغنا بحاله الطفل. ما يواسون لانهم مره يعني حشفوا نسوء كيد.